تخيل تبقى شغال في شركة وبدل ما تركز في الورق والمشاريع تلاقي نفسك غرقان في دلع السمباي بتاعتك اللي مش سايبة فيك حتة سليمة، والمطلوب انك تتحكم في مشاعرك وهي بتسرح لك شعرك وبتقلد صوت القطة في ودنك. معاكم فليبرز انمي، وده ملخص انمي جديد. في الاسانسير شيوري واقفة مستنية توصل لدورها، بتاخد نفس عميق وبتحاول تداري تعبها وهي بتتحرك بخطوات هادية. أصل الحمل اللي شايلاه جسمها الصغير تقيل قوي، وتعب ظهرها بيبان في كل حركة بتعملها. دخلت قسم الإنتاج، لقت تاكوما قاعد مركز في شغله ومنبهر باللي وصله. أول ما شافته راحت تصبح عليه برقة، قام واقف بلهفة يسألها عن اجتماعها. طمنته بابتسامة وقالت له إن كله تمام، وما فوتتش الفرصة إنها تدلعه بكلمتين حلوين على شطارته في الشغل. تاكوما وشه جاب ألوان وقعد مكانه وهو بيقول إن الموضوع مش مستاهل كل ده، بس شيوري بصت له بنظرة فيها خبث قطة بتعلم ابنها إزاي يصطاد، وقربت منه ولمست شعره بحنان وهي بتقول له إنها فخورة بيه. ملامحها البريئة وحجمها الصغير خلوا قلب تاكوما يدق بسرعة وكأنه هيطلع من مكانه. وفي يوم وهما رايحين الشغل، تاكوما لمح السمباي بتاعته شيوري وهي موطية جنب شجيرة وبتقلد صوت القطة بدلع غريب قوي. سألها بكسوف هي بتعمل ايه؟ ردت بفخر انها كانت بتلعب قطة مستخبية، وقعدت توصف بإثارة قد ايه القطة دي ناعمة وطرية. تاكوما ساعتها ما كانش شايف قطة غيرها هي، بشعرها البني الناعم وحركاتها اللي كلها شقاوة. الوقت سرقهم في المكتب، والمدير تشيهيرو أكينا أشاد بسرعة شيوري في تسليم الشغل قبل الميعاد. لما تاكوما جه يمدحها فردت ظهرها بثقة وقالت له إن دي ضريبة إن الواحد يكون ناضج، بس ما لحقتش تكمل الكلمة وظهرها وجعها تاني. تاكوما حاول يعمل نفسه مش فاهم إن سبب الوجع هو جاذبيتها الطاغية وتفاصيل جسمها اللي مجهدة كتافها، وعرض عليها يعمل لها مساج. في اللحظة دي خيال تاكوما سحب بعيد، اتخيل نفسه وهو بيلمس كتافها وهي بتطلع أصوات رقيقة من الراحة، بس فاق لنفسه بسرعة وقال لها إنه هو كمان كتافه محجرة ومحتاج حد يفكها له. شيوري حست بمسؤوليتها تجاهه وقربت منه وبدأت تدلك كتافه العريضة بإيديها الصغيرة، وهي بتهمس في ودنه إن كتافه قوية وضخمة قوي على إيديها الضعيفة. الموقف كان مشحون لدرجة إن أي حد مكان تاكوما كان ممكن ينهار من كتر التوتر والانجذاب. بعدها في الكافيتيريا، تاكوما كان قاعد يراجع مشروعه وهو قلقان، وفجأة حس بشيوري بتتسحب وبتلزق في دراعه برقة خلت جسمه يتخشب. حكى لها عن توتره من عرض بكرة، فبدأت تشجعه وتحكي له عن بدايتها وإزاي قدرت تثبت نفسها رغم إنها كانت بتلخبط في الأول. تاكوما بدأ يهدى بأجوبها وقال لها على خرافة قديمة إن لو حد كتب كلمة على إيد التاني والتاني بلعها التوتر بيروح. شيوري من غير تردد رسمت حروف اسمه على كف إيدها ومدتها قدام بقه وقالت له بدلع: خد وقتك خالص واستطعمها براحتك. بص للكف الصغير اللي قدام وشه وحس بكسوف وتوتر مش طبيعي. حاول يبان عاقل ويقول لها إن حاجة حلوة زي دي خسارة تضيع عليه، بس شيوري بابتسامتها اللي تدوب دي قالت له إنها ممكن تعمل له منها كتير ولازم ياكل دلوقتي. الدلع والحنية اللي فيها يخلوا أي حد يسلم نفسه ليها من غير تفكير، بس نفسه وهو قريب قوي كده لمس كفها فخلاها تسحب إيديها بسرعة وهي مكسوفة. هو قلق ليكون نفسه ضايقها، بس هي طمنته بكسوف، والموقف ده بالرغم من توتره خلاه يحس بثقة وجرأة أكبر وشكرها من قلبه. بعدها بشوية في المكتب، تاكوما كان بيجهز قائمة الحضور لعرض المشروع، وسأل هياتو تشيناتسو لو هتيجي سهرة الشرب اللي في آخر الشهر، بس هي رفضت. حاول يضغط عليها بكلمتين وهي كانت تقيلة ومش سهلة أبداً. الأجواء بينهم خلت هياكاوا تشيناتسو تراقبهم من القرب ده، بس هو وضح لها إنهم إخوات وصحاب من الطفولة، وإن فكرة الارتباط بينهم دي مستحيلة. شيوري لما شافتهم قريبين من بعض كده ملامحها اتغيرت وبوزت شوية، يا ترى في خناقة قطط هتحصل عليه؟ بس المفاجأة إن شيوري اعترفت فعلا. تاكوما قلبه وقع في رجله وافتكر إنها خلاص هتعترف بمشاعرها، بس هي كملت وقالت إنها عايزة تصاحب هياكاوا تشيناتسو لأنها شايفاها إنها كول وشخصيتها قوية ونفسها يقضوا وقت سوا بره الشغل. تاكوما من كتر الصدمة والتحفيل اللي حصل في دماغه ملقاش كلام يقوله،
وفي خروجة الشركة شيوري كانت لازقة في دراع هاياكاوا تشيناتسو زي القطة الصغيرة اللي ما صدقت تلاقي صاحبة. وبعدين بدأت تلف تساعد الموظفين وتصلح غلطات في البيانات من غير ما تتضايق أو تتعصب. تاكوما كان مستغرب إزاي هي هادية وبشوشة كده مع الكل، فقالت له برقة إن العصبية بتبوظ الشغل وإنها ممكن توجه الشخص من غير ما تخوفه. وفجأة عينها جت في عينه وقالت له بلهجة فيها حزم ناعم: انت ما بقتش بتبلغني بشغلك زي الأول. تاكوما اتخض وافتكر انه بيتهزق، بس الحقيقة كانت العكس، هي عايزة تعرف كل تفصيلة بيعملها عشان تمدحه وتكافئه عليها. وقامت طالعة كام درجة على السلم عشان تطول راسه وطبطبت عليه بحنان وقالت له برافو عليك، ووعدته إنها هتفضل مركزة مع كل مجهود بيعمله. ومع نهاية اليوم تاكوما كان لسه سهران على المشروع، لقاها بتحط قدامه مشروب وبتعمل نفسها إنها اشترت 2 بالصدفة. لما حاول يدفع ثمنه استخدمت سلطتها عليه كسيمباي وأجبرته تقبله هدية، وهو في سره كان بيقول دي أحلى إساءة استخدام سلطة شفتها في حياتي. مش بس كده، دي قررت تقعد تساعده لحد ما يخلص، وقالت له بصفتي الكبيرة هنا هجبرك تتعشى معايا النهاردة على حسابي. تاكوما ما كانش مصدق إن التهزيق والدلع ممكن يبقوا حلوين كده، وفعلا خلصوا الشغل وخرجوا سوا، واليوم خلص بكلمة حلوة منها وهو راجع بيته وقلبه لسه محبوس في لمستها ودلعها. بعد ما خلصوا الشغل وخرجوا تاكوما صمم إن هو اللي يعزمها على العشاء، بس شيوري ركبت راسها وقالت إنها هي اللي هتدفع بصفتها السيمباي. وهم لسه بيتناقروا في الموضوع شيوري جسمها اترعش وقالت إن الجو برد شوية الليلة دي. تاكوما بجدعنة قام قالع الجاكيت بتاعه وحطه على كتافها. هي اتوترت جدا وهو وشه جاب ألوان، بس كمل كلامه وقال لها مش هتعرفي تستخدمي سلطتك بره الشغل ولازم تقبلي الجاكيت ده. وافقت وهي مكسوفة، وهما ماشيين للمطعم بدأت تحس بدفى الجاكيت والحرارة اللي كانت لسه طالعة منه خلتها تحس كأن تاكوما هو اللي حاضن جسمها الصغير بكل قوته. دماغها بدأت تلف من كتر التفكير، وراحت قلع الجاكيت واديتهوله بسرعة بحجة إن حد ممكن يشوفهم وتطلع عليهم إشاعة في المكتب. هو اعتذر إنه ما فكرش في النقطة دي، بس هي طمنته بابتسامة إنها مقدرة اللي عمله. لما وصلوا المطعم تاكوما لبس الجاكيت تاني، بس لقى ريحتها لسه فيه، ريحة رقيقة ومسكرة زيها بالظبط، لدرجة إنه ما قدرش يقاوم التوتر اللي الريحة دي عملتهوله فقلعه تاني بسرعة. وهم بيطلبوا الأكل شيوري صممت تطلب تحلية بودنج عشان هي بتعشقها. تاكوما شكرها على وقفتها جنبه في موضوع كتابة الاسم على إيده، بس هي بتواضع قالته إن ده مجهوده هو، وحذرته بحنية إنه ما يضغطش على نفسه تاني في السهر والشغل الزيادة عشان صحته. وقعد يتفرج عليها وهي بتاكل ويضحك في سره، لأنها طلعت ما بتستحملش الشطة خالص زيها زي القطط بالظبط. تاني يوم لقاها تاني موطية جنب الشجرة وبتموق للقطة المستخبية. راح تاكوما واقف وراها وعمل صوت قطة هو كمان. هي افتكرت للحظة إن القطة هردت عليها، ولما لفت ولقت إن هو وشها بقى أحمر زي الطماطم من الكسوف. وعشان تداري إحراجها قررت تعاقبه وقالت له عقابا ليك النهاردة هتبقى أنت القطة بتاعتي واسمك كيتي تاكوما، ومش هترد عليا غير بموه. والمدير أكينا تشيهيرو كان واقف مراقبهم من بعيد ومبسوط إن فريقه منسجم قوي كده. بعد شوية شيوري جالها علبة بسكويت عشان توزعها على القسم، وهي ماشية لقت تاكوما سرحان قدام الشباك وبيكلم نفسه عن ضغط الشغل. راحت وقفت قدامه وقفلت عليه الطريق بشقاوتها المعتادة وسألته سؤال غريب: بتحب الأرانب ولا الدببة؟ هو استغرب السؤال بس قال لها إنه بيفضل الدببة. فراحت مطلعه له بسكويتة على شكل دب واخدت هي الأرنب، وقالت له في ودنه وهي بتبتسم ببراءة: دي من قسم الإدارة بس خليها سر بيني وبينك. تاكوما بصلها وهي ماشية وما قدرش يمنع نفسه إنه يفكر في قد إيه هي سامباي رقيقة وصغيرة وبتعرف تخطف القلب في ثانية. بعد شوية شيوري وصلت المكتب بدري قوي والدنيا كانت لسه فاضية، وهي بتحط شنطتها القلم وقع منها تحت المكتب فنزلت تجيبه. في اللحظة دي تاكوما وصل هو كمان، استغرب إن شنطتها موجودة بس هي مش باينة. شيوري لقت نفسها في موقف لا تحسد عليه، وشها بقى في مواجهة منطقة الخطر لتاكوما وهي تحت المكتب، وحاولت تخرج بسرعة من الموقف المحرج ده بس خبطت راسها وجسمها كله ريح عليه. المارشميلو بقى مسنود بكل تقله على رجله.
تاكوما حاول يسيطر على أعصابه ونفسه اللي بدأ يهرب منه، وهم في قمة التوتر والارتباك ده دخل عليهم المدير أكينا تشيهيرو. بصلهم بنظرة خبيثة وهو بيسأل لو كان قطع عليهم خلوتهم الجميلة. وحتى هاياكاوا تشيناتسو كانت واقفة بتتفرج ببرود على المشهد الشقي ده، وهم بيحاولوا يشرحوا إن الموضوع كله مجرد صدفة غريبة. المدير أكينا شيهيرو فضل مراقبهم وهم منسجمين، وتاكوما عمال ياخد طبطبة ودلع من شيوري على شطارته. المدير فكر في سره، هو في زملاء شغل بيتعاملوا بالقرب ده؟ وقرر يلعب دور موفق رصين في الحلال، فطلب من تاكوما يروح يعاين مكان لسهرة شرب مع العملاء، وطلب من شيوري تروح معاه، وطبعا هي وافقت بلهفة. الليل ليل وخرجوا سوا للمطعم الفخم، والمدير أكينا شيهيرو كان مستخبي ورا الشجر بيراقبهم زي الوانج مان المحترف، ونفسه تاكوما يشد حيله شوية والجو يحلو وشيوري تفك مع الشرب وينتهي بيهم الحال في اوتيل سوا. وهو غرقان في خيالاته، هاياكاوا تشيناتسو قفشته، فحاول يبرر إنه مش متحرش ولا حاجة، وبدأ يقلق ليكون دخل في مثلث حب بما إن هاياكاوا صديقة طفولة تاكوما، بس هي طمنته وقالت له إن الموضوع مش كده خالص وإنهم مجرد صحاب وبس. قعدوا يراقبوا الكابل اللذيذ من بعيد. تاكوما وشيوري كانوا قاعدين قدام منظر خيالي للمدينة. شيوري كانت مركزة في الأكل، وتاكوما مركز في الجو الرومانسي اللي حواليهم. المدير أكينا تشيهيرو كان في قمة سعادته وهو بيحاول يوصلهم للكنز اللي هو مش عارف يطوله، لدرجة إن هاياكاوا افتكرت إن مديرها ده شخص غريب الأطوار. وفجأة شيوري قربت من تاكوما قوي وهي بتبص على مبنى شركتهم من بعيد، ولزقت فيه بدلال عشان تشوف أحسن. القرب ده خلى قلب تاكوما يدق زي الطبل، وعينه غصب عنه نزلت على تفاصيلها اللي كانت قريبة منه بزيادة. ولما سألته لو كان عاجبه المنظر، بص الناحية التانية بكسوف وهو بيقول إن ده أجمل منظر شافه في حياته. المدير كان هينفجر من الحماس ونفسه يقربه أكتر، بس بعد العشاء شيوري قالت إن عندهم شغل بكرة ولازم يروحوا. تاكوما كان نفسه السهرة ما تخلصش، وشيوري لقطت خيبة أمله وبدأت تفكر هو كان عايز يفضل معايا لوحدنا وقت أطول، ودماغها بدأت تروح لبعيد. بس تاكوما ببروده المعتاد قطع حبل أفكارها وقال لها بكل بساطة إنه هيوصلها لحد المحطة وبس. شكرته شيوري وهي بتحاول تجمع نفسها وتستوعب اللي بيحصل، والمدير أكينا تشيهيرو من كتر فرحته اليوم كان خلاص هيطير من السعادة. وتاني يوم الصبح هاياكاوا تشيناتسو كانت ماشية مع تاكوما وبتسأله باستغراب انت شايل شمسية ليه؟ الجو مش هيمطر. تاكوما رد بكسوف انه برجه النهاردة بيقول له ان الشمسية هتجيب له حظ سعيد. الجو مطر فجأة ولقى شيوري خارجة من الشركة من غير شمسية. طبعا تاكوما ما ضيعش الفرصة وقام بدور الفارس وفتح لها شمسيته ومشيوا سوا في صمت، وهو عمال يعرق ويحاول يفتح أي كلام عشان يكسر الجمود، بس هو فاشل جدا في المواضيع دي. شيوري لاحظت إن كتفه غرقان مية عشان يداريها هي، وقالت له برقة ما تضغطش على نفسك يا تاكوما، الصمت بينا مريح كفاية. وطمنته إن المدير ملاحظ مجهوده حتى في الاجتماعات، وإنه بيعرف يخلي اللي قدامه يتكلم براحته. وصلوا عند مكتبة. شيوري قالت له إنها هتدخل تتفرج شوية، فجاي يديلها الشمسية بتاعته عشان تروح بيها، بس المفاجأة إنها طلعت شمسيتها الخاصة اللي على شكل قطة من شنطتها، وابتسمت له بدلال وقالت له كلامنا كان ممتع قوي، نتقابل بكرة. سابته واقف مصدوم، يعني هي كان معاها شمسية من الأول؟ من كتر الصدمة الشمسية وقعت من إيده وفضل واقف تحت المطر لحد ما غرق. تاني يوم تاكوما ما جاش المكتب، والمدير أكينا تشيهيرو قال إنه تعبان وواخد أجازة. شيوري قلقت وحست إن السبب هو كتفه اللي غرق مية عشانها، فالمدير شجعها تروح تزوره، خصوصا إنه عايش لوحده والتعب بيبقى صعب في الغربة. وفعلا في شقته الصغيرة كان تاكوما بيصارع السخونية وهو بيلوم نفسه على غبائه. وفجأة جرس الباب رن، لقى شيوري قدامه. ما بقاش مصدق إنها جات له مخصوص، وهي حاولت تداري كسوفها وقالت إنها بالصدفة كانت في المنطقة بتخلص مصلحة وقررت تعدي عليه. وفي وسط الكلام بطنه طلعت صوت جوع. شيوري ضحكت وعرضت عليه تطبخله. تاكوما كان نايم في السرير بيتفرج عليها وهي بتتحرك في مطبخه بخفة ودلع ست بيت شاطرة، وحس إنه من كتر السعادة مش عايز يخف أبدا عشان تفضل جنبه. بعد ما أكلته وأخدت بالها من غسيله ورتبت له البيت، حطت له كمادات على راسه بكل حنية وقالت له يتدفى وينام كويس.
وهو بيشكرها سألها ببراءة: هي المصلحة اللي كنت بتعمليها هنا كانت إيه؟ اكتشف إن السينما اللي قالت عليها بعيد جدا عن هنا، يعني هي جات له هو مخصوص. وهي ماشية للمحطة كانت بتسأل نفسها هي ليه اتحمست كده، وافتكرت وهي بتشتري طلبات الأكل ومحتارة لحد ما لقت كتاب طبخ قدامها بالصدفة. وما كانتش تعرف إن المدير أكينا تشيهيرو الوونج مان العالمي هو اللي كان بيخطط لكل ده من ورا الستار عشان يقربهم من بعض. المدير أكينا تشيهيرو ساب كتاب الطبخ ومشي، وتاكوما قعد يفكر يجيب إيه لشيوري يعبر لها عن شكره بعد ما وقفت جنبه في تعبه. سأل هاياكاوا تشيناتسو عن رأيها، واقترح يجيب لها شوية حلويات، بس هاياكاوا اتعصبت عليه وقالت له دي هدية تديها لواحد صاحبك في الشغل مش لحد وقف جنبه كده. تاكوما قعد يوصف في حلاوة أكل شيوري وإنه أحلى حاجة دقها في حياته، فهاياكاوا قالت له بخبث هات لها مريالة مطبخ وقول لها تعالى اطبخي لي كاين. هو خاف للحركة تكون بايخة، بس هي أقنعته إن الهدية دي هتفضل قدام عينها وتفكروا بيه دايما. استسلم تاكوما لأفكاره واشترى المريالة، بس أول ما شاف شيوري بدأ يترعش وما بقاش عارف يقدمها ازاي. هي قربت منه بتوجس وسألته ماله، كان باين عليه التوتر زي قطة محبوسة. جمع شتات نفسه وقدم لها الهدية وهو بيشكرها بابتسامة. شيوري فتحتها ولما لقيتها مريالة ضحكت بدلال وشكرته. هو حب يلطف الجو وقال لها أكيد هتكون لايقة عليكي جدا واتمنى تستخدميها في البيت. شيوري سألته ببراءة يعني مفيش مانع لو جيت استخدمتها في بيتك انت تاني؟ تاكوما توتر وبدأ يتهته وقال انه يقصد بيتها هي مش بيته. شيوري اتكسفت جدا وحاولت تداري الموقف، بس هو فاجئها وقال انه فعلا ما عندوش مانع تيجي تنور بيته في اي وقت تحبه. المدير أكينا تشيهيرو كان واقف بيراقب المشهد الرقيق ده وعرض عليهم ياخدوا أجازة بقية اليوم يكملوا قعدتهم، بس هم اتكسفوا وطلبوا منه يهدى شوية. بعدها بشوية ظهر موظف جديد من قسم العلاقات العامة اسمه إيشياما، وكان بيدور على المدير. سأل تاكوما عن شيوري، ولما عرف إنها مش موجودة المدير قعد يغلس على تاكوما إنه حافظ مواعيدها وتحركاتها بالملي، وهو مش عارف يفتكر اسم الموظف اللي واقف قدامه. وهما ماشيين إيشياما قعد يشتكي من إن النهاردة التلات والويك إند خلص بسرعة، وعمل تشبيه إن التلات زي شريكة حياة مفروضة عليه وهو قلبه مع الويك إند. هاياكاوا تشيناتسو كبست خياله وقالت له مهما زوقت الكلام هو التلات وهترجع تشتغل. إيشياما حس إن قلبها حجر ودمها تقيل، بس تاكوما رد عليه ببرود وقال له الأيام طولها واحد سواء حبيت ده أو لأ. فجأة شيوري ظهرت وهي بتهز إيديها بشقاوة قطط وسألت تاكوما تتغدى معايا، بس هو اعتذر عشان كان مرتب يتغدى مع إيشياما. زميله ما كانش مصدق إن في كائن بالرقة دي موجود. شيوري مشيت وهي بتوعد بدلع إنهم يتغدوا سوا المرة الجاية. تاكوما وقف يهرش في خده بكسوف وهو حاسس إن أسبوعه بقى أجمل بكتير، بينما زميله كان بيموت من الغيرة لأن وجود حد بفتنة ورقة شيوري حواليك جنة. المدير أكينا تشيرو سحب تاكوما للغداء وقعد يدردش معاه عن الشغل وحياته. تاكوما شكر في شيوري جدا، فالمدير ضحك وحكاله إنها من أول يوم كانت متحمسة جدا، وافتكر لما بشرها إن في موظف جديد لقطة هينضم للفريق، ومن ساعتها وهي مهتمة بكل تفصيلة تخصه. المدير أكينا تشيرو قعد يفتكر مع تاكوما أول يوم دخل فيه الشركة وإزاي شيوري كانت هتموت من الحماس لدرجة إنها سألته هو ولد ولا بنت، كأنها مستنية مولود مش موظف جديد. شيوري بوزت زي القطة وقالت للمدير بدلال بلاش تحكيه قصص غريبة عني، بس هو طبعا كمل تريقة وطلب شوربة تونة وعيش غراب وهو بيوشوش تاكوما بخبز. مش شايفة إنها زي القمر وهي متعصبة؟ تاكوما ما كانش قادر يخبي إنه موافق جدا. قعدوا يفتكروا سوا أول مرة وقف فيها تاكوما يعرف نفسه، وإزاي شيوري كانت طايرة بكلمة سيمباي لدرجة إن كتافها كانت بتترعش من الفرحة كل ما يقولها، وبدأت تحرك إيديها في الهواء وهي بتوعده إنها هتعلمه كل حاجة. وفجأة المدير قطع حبل أفكارهم وهو بيضحك على شكلهم وهم سايحين في الذكريات، وعرض عليهم يحلوا على حسابه عشان يداري كسوفهم. شيوري ما صدقت وطلبت تحلية، وحتى لما تاكوما قال مش عايز عرضت بدلع إنها تاكل نصيبها هي كمان. بعد الشغل راحوا سوا لمنطقة ألعاب أركيد ولمحوا عرايس قطط وعرايس على شكل إزازة بيرة. تاكوما شاف إن القطة شبه شيوري، قعدوا يغلسوا على بعض وتاكوما صمم يصطاد لها القطة عشان يشوف ضحكتها. شيوري قالت له ببراءة
لو ما جيتش معاك عادي، أنا ميزانيتي كبيرة وممكن أفضل أحاول. تاكوما استغرب إن جسمها الصغير ده وراه ميزانية ضخمة كده، وفي الآخر الحظ لعب معاهم، والقطة وإزازة البيرة وقعوا سوا في الفتحة كأنهم مش عايزين يسيبوا بعض. شيوري فرحت قوي وقررت تاخد الاتنين معاها البيت عشان الحبايب ما يتفرقوش، وتاكوما فضل يتخيل لو هم فعلا العرايس دي، بس فاق لنفسه بسرعة. تاني يوم في الشركة الموظفين كانوا بيجمعوا قصص رومانسية عشان لعبة جديدة، واكتشفوا إن التلاتة سنجل وما عندهمش تجارب، بس هي كاوا تشيناتسو حكت قصة غريبة عن كعب جزمتها اللي اتكسر قبل الانترفيو الشغل، وإزاي واحد شعره أبيض زي الملاك ساعدها وصلحه لها برقة، بس لما قابلته تاني في الشركة طلع شخصيته مختلفة تماما، وقالت لهم بلاش تقابلوا الناس اللي بتنبهروا بيهم من بعيد. ولما شيوري روحت بيتها قعدت تتفرج على العرايس وهي مرصوصة جنب بعض، عدلت الرافتة بتاعت عروسة البيرة عشان تبقى شبه تاكوما بالظبط، وفجأة حست بكسوف من نفسها ومن اللي بتعمله. قامت تفك زراير بيجامتها عشان تاخد دش، بس قبل ما تبدأ لفت العروسة الناحية التانية بخجل كأنها خايفة تاكوما يشوفها وهي بتغير. وهي بتتحرك العرايس وقعوا فوق بعض بحيث بقت القطة فوق البيرة في وضع قريب بزيادة. شيوري أول ما شافت المشهد اتخيلت نفسها مع تاكوما في نفس الوضع، وراحت فاصلة بينهم بسرعة وهي مش مصدقة إن خيالها وداها لحد هناك. رجعت شيوري رصت العرايس جنب بعضها ونامت وهي مبتسمة. في مكان تاني هاياكاوا تشيناتسو كانت بتنهج من التعب وهي بتقول لنفسها إن أوضة تغيير الهدوم بعيدة قوي، وإنها كانت متهورة لما قررت تحضر كوميك كون قريب من بيتها، بس طمنت نفسها إن الطريق عكس اتجاه الشركة ومستحيل تقابل حد تعرفه. وفجأة سمعت صوت خلى قلبها يقف، لقت نفسها وجها لوجه مع الفارس أحلامها المدير أكينا تشيهيرو، اللي استغرب من الصدفة دي في يوم أجازتهم، وفضل باصص للبسها والودان القطة اللي لابساهم وهو مش فاهم في إيه. هاياكاوا ما كانتش عارفة تنطق ولا تاخد نفسها. المدير كشف سرها وعرف إنها أوتاكو وبتحب الكوسبلاي. حاولت تعمل نفسها مش هي، بس لسانها خانها وقالت له يا مدير، وكده اللعبة اتكشفت ووشها بقى أحمر زي الطماطم. كانت مرعوبة ليفتكرها غريبة أطوار أو تافهة لأنها بتهتم بالكرتون، وفضلت كاتمة نفسها مستنية رده. بس أكينا فاجئها وقال لها إن ده شيء كول جدا، وإنه بيحترم الناس اللي عندها شغف وهوايات بتخلي لحياتهم لون، وفي كل رئة قال لها إن لبسها طالع كيوت عليها. الكلمة دي خلت دقات قلبها تزيد بجنون. هايكاوا ترجته بدلال إن الموضوع يفضل سر بينهم، والمدير لما شاف نظرة عينيها وهي بتطلب منه السر ده مسك قلبه وقال لها انتي رقيقة بزيادة، مش قادر استحمل كل الجمال ده. هي ضحكت وقالت له يا. لما روحت هايكاوا حاولت تركز في رسم المانجا بتاعتها بس ما كانتش قادرة. المشهد عمال يتكرر في دماغها ونفسها تلاقي طريقة تمسح بيها ذاكرة المدير. تاني يوم في المكتب كانت عاملة زي الزومبي من كتر السهر والتفكير في أكينا. شيوري لغزت تعبها واقترحت عليها تعد قطط وهي نايمة عشان تعرف تنام، بس تاكوما صحح لها المعلومة وقال لها عدي خرفان يا سامباي. المدير أكينا تشيهيرو دخل سأل عليها، ولما شافها مش طبيعية عرض عليها يعزمها على العشاء في مطعم هادي. هايكاوا دماغها بدأت تلف، يا ترى دي ديت ولا إيه؟ بس وافقت وهي مخضوضة. دخلت الحمام تظبط الميك اب وتحاول تهدي نفسها، وبتقول لنفسها إن ده عشا شغل وبس. وهي خارجة تقابله كعبها خانها وكانت هتقع، بس أكينا برازة الملوك لحقها في آخر لحظة وضمها ليه، ونظرة عينه خلت قلبها يقع في رجليها. فكرها باليوم اللي اتقابلوا فيه في الانترفيو لما كعبها اتكسر، وقال لها إنه مبسوط إنهم في الآخر بقوا شغالين سوا، وقعدوا في المطعم يتكلموا. بس هايكاوا كانت قاعدة على نار وعايزة تعرف هو ناوي يوصل معاها لفين. لأول مرة أكينا تشيهيرو بان عليه ملامح التوتر، وقال هايكاوا تشيناتسو بصراحة إنه بيحس بحماس مش طبيعي لما بيبصلها. هي لثانية افتكرت إنه هيعترف لها بحبه، بس طلع الحماس ده عشان عايز يحضر معاها ايفنت الكوسبلاي الجاي. أصل فكرة المجهود اللي بتعمله في خياطة لبسها مبهرها جدا. سألته بدلال لو كان عايز يلبس زيها، بس هو وضح لها إنه عايز يكون المصور الخاص بتاعها ويصورها هي وبس.
هاياكاوا قالت له إن في كوسبلايرز كتير ممكن يصورهم، بس هو بصلها بنظرة عميقة وقال لها إنها هي اللي عرفته المتعة دي، ولازم تكون هي البطلة قدام عدسته. اتفقوا يتقابلوا الشهر الجاي، وهو كان شايفها في اللحظة دي رقيقة وجذابة بشكل ملوش وصف. بعدها هاياكاوا تشيماتسو سأل تاكوما لو يحبوا يتغدوا سوا عشان يحكوا يا ترى قصة حب أصحاب الطفولة هي اللي هتفوز ولا قصة حب فارق السن هي اللي هتحصل. شيوري حاولت تلمح له إن في قصة تانية خالص ممكن تحصل بينه هو وبين هاياكاوا، بس هو بذكائه المعهود عكس الكلام عليها وسألها لو كانت غيرانة من قرب تاكوما وهاياكاوا. شيوري بوزت وكانت خلاص هتعيط وهي بتقول إنها مش فارق معاها يتقربوا من بعض قد إيه، بس كان باين على وشها إن الغيرة واكلة قلبها. على الغدا هاياكاوا حكت لتاكوما عن ورطتها مع المدير وإنه عرف سرها، وقالت إنها ستر من القوة العليا إنه ما شافش المانجا الجريئة اللي بترسمها. وفجأة لقوا أكينا تشيهيرو واقف وراهم وبيسألهم بخبث بتحكوا في إيه؟ هاياكاوا اتخضت وبقت تدعي ما يكونش سمع حاجة. المدير قاعد جنبهم وطبطب على كتف تاكوما بحسرة كأنه بيقول له راحت عليك. وقبل ما يمشي سأل هاياكاوا ببراءة هي إيه المانجا الجريئة دي؟ وطبعا هي كانت عايزة الأرض تنشق وتبلعها من الكسوف. بمناسبة الهالوين شيوري قررت تتدلع على تاكوما وطلبت منه يطلب منها الحلوى بكلمة تريك أور تريت بشقاوة. في اللحظة دي المدير أكينا تشيهيرو ظهر وهو لابس ودان قطة ولبس هاياكاوا واحدة زيها عشان يعيشوا الأجواء. رغم إنها ما كانتش راضية بس استسلمت لهزارهم. الأجواء سخنت لما شيوري قالت إن المناسبات دي لازم يكون فيها استثناء للحلويات، وفتحت بقها برقة وطلبت من تاكوما يأكلها واحدة من الشوكولاتات المميزة اللي معاها. تاكوما فضل متردد وقلبه بيدق من القرب اللي نفسه اتسحب فيه ده، بس قبل ما يجرؤ ويلمسها هي خطفت الشوكولاتة من إيده وقالت له بضحكة اتأخرت قوي. وفجأة وشها بقى أحمر وجريت على هاياكاوا وباستها من خدها باندفاع. المدير أكينا تشيهيرو مضيعش الفرصة وقعد يصورهم 100 صورة وهو مبهور باللي بيحصل. اكتشفوا بعدها إن الشوكولاتة دي كان فيها نسبة كحول وشوري كانت دايخة ومش في وعيها. جريت على المدير وانحنت قدامه هي بتشكره بتأثر على كل اللي بيعمله للفريق، والمدير بصفته الوانج مان العالمي استغل اللحظة دي ووجه شيوري وهي طايرة كده ناحية تاكوما وسألها بخبث طب والجدع ده ايه رأيك فيه؟ تاكوما ما كانش مستعد خالص انه يسمع كلامها وهي فاركة ودايخة من غير فلتر، وفجأة لقاها بدأت تعيط. قلبه وجعه وافتكر انه زعلها، بس هي طمنته وقالت له انها في الاول كانت بتشوفه مجرد موظف جديد بيتعلم، لكن دلوقتي هو بقى راجل يعتمد عليه، ومع ذلك لسه نفسه يفضل يلجأ لها. تاكوما راح يجيب لها مية، ورغم انه كان نفسه يعرف مشاعرها الحقيقية ناحيتها وهي في الحالة دي، بس كان مبسوط ان نظرته ليه اتغيرت وبقت تحترمه قوي كده. والمدير أكينا تشيهيرو بخبثته حاول يجرجرها في الكلام عشان تعترف، بس هي تاهت في الكلام. وهاياكاوا تشيناتسو قفشت المدير وطلبت منه يمسح الصور اللي صورها ليها هي وشيوري فوراً. الأيام جريت وشيوري لقت الكريسماس على الأبواب، والجو العام في الشركة بقى كله بهجة وتخطيط للهدايا. تاكوما كان بيبتسم وهو شايف حماسهم، ولما شيوري سألته عن خطته قال لها إنه غالباً هيقضي اليوم في الشغل، وفي سره كان طاير من الفرحة إنه هيقضي العيد جنب السمباي بتاعته ومش هيكون لوحده. شيوري عشان تفرفشه عملت شنب بشعرها وبصت له بدلع وقالت له بما إنك هتشتغل فأنا محضرة لك مفاجأة خاصة، بس خليك ولد شاطر لحد ما يجي الوقت ده. تاكوما تاه في جمالها ورقتها وهي اتكسفت قوي وقعدت تتلوى مكانها من الخجل. في وقت كان المدير أكينا تشيهيرو بيحاول يفتح كلام مع هاياكاوا تشيناتسو عن خططها هي كمان. في يوم خرج تاكوما وشيوري يقابلوا عملاء، وبعد ما خلصوا المهمة بنجاح تاكوما اعترف إنه لسه بيتوتر من المقابلات دي، بس شيوري طمنته بحنية وقالت له إن العميل نفسه أشاد بأسلوبه. وهما ماشيين عدوا على محل لبس، شيوري لفت نظرها هودي وردي بودان أرانب. تاكوما سرح بخياله وتخيلها لابساها وهي بتدلع عليه وبتقول له أنا الأرنوبة بتاعتك، وكان هيغمى عليه من كتر الحلاوة.
هي كمان شافت هودي بني ونفسها تاكوما يلبسه عشان يبقى شبه عروسة الدبدوب اللي عندها في البيت، ومش عارفة هي ليه عايزة تشبهه بيها للدرجة دي. لما جابوا سيرة العرايس، شيوري افتكرت لما العروسة القطة وقعت فوق الدبدوب، وتخيلت نفسها في نفس الوضع مع تاكوما ووشها قلب ألوان. وهم واقفين محتارين وكل واحد عايز التاني يلبس اللي اختارهوله، وقفتهم مذيعة وقالت لهم بانبهار: يا الله على القبل الكيوت ده، وقلبت تعمل معاهم لقاء. لما عرفت انهم مش مرتبطين اتصدمت وترجتهم يمثلوا انهم كابل عشان خاطر التقرير بتاعها. تاكوما كان متردد، بس شيوري وافقت فجأة وقالت مش هتخسر حاجة لو مثلنا شوية. وقفوا قدام الكاميرا وشيوري بدأت تتوتر من جوه. هي عمرها ما كان ليها بوي فريند قبل كده، وقعدت تفكر يا ترى المرتبطين بيعملوا ايه. المذيعة بدأت تسألهم اتقابلتوا فين؟ شيوري ردت برسمية زمايل في الشغل. ولما سألتها بتحب فيه ايه، شيوري بصت له بابتسامة تدوب وقالت إنه دايماً بيطلع أحسن ما عنده في أي حاجة بيعملها. بس الأسئلة فجأة بقت جريئة وشخصية قوي لما المذيعة سألتهم طب وأول بوسة بينكم كانت فين؟ شيوري من كتر الكسوف لقت نفسها محاصرة وبدأت تحاول تهدي المذيعة وتقول لها إنهم لسه في الأول والموضوع ما وصلش لكده. بس المذيعة غمزت لها وقالت لها بوشوشة: طب تخيلي كان نفسك تكون فين؟ شيوري استسلمت للحظة وقالت بصوت واطي: في مطبخ الشركة وإحنا لوحدنا. تاكوما ما كانش عارف يودي وشه فين، وبقى بيفكر إزاي هيدخل المطبخ ده تاني من غير ما يفتكر الكلمة دي. الدور جه عليه، وبما إنه عمره ما عرف بنت قبل كده قرر يتقمص شخصية الدون جوان عشان يعرف يسلك في الأسئلة. وقرب من شيوري وضمها ليه بقوة وهو بيقول إن ارتباطهم ده معجزة حقيقية. شيوري وشها بقى نار، وحست بنبض قلبها في كل حتة في جسمها وهي محبوسة بين دراعاته. وتاكوما فضل مكمل في الدور وعاش الخيال للآخر. المذيعة سألتهم عن أول مرة ليهم سوا، فتاكوما رد وهو بيبتسم: كانت تاني مرة تيجي فيها بيتي. شيوري تنحت، أصلها ما راحتش بيته غير مرة واحدة، وقعدت تفكر يا ترى ده اللي مستنيها في الزيارة الجاية. اتخيلت الموقف ودمها غلى، وبصت له بغيظ وهو عمال يألف تفاصيل وهمية بمنتهى الجرأة. بس فجأة هديت لما افتكرت إن تاكوما دايماً بيدي 100% من مجهوده في أي مهمة بتطلب منه، وافتكرت إنه بيتعامل مع المقابلة دي بجدية مش أكتر، وحست بفخر إن ده الكواي بتاعها. المذيعة طلبت منهم بوسة قدام الكاميرا. تاكوما تردد، بس شيوري بذكاء رفعت شنطتها ودارت وشوشهم وهمست له من ورا الشنطة بدلع: ما تبعدش قوي كده وتصدق نفسك. المقابلة خلصت، وتاني يوم الفيديو كان ترند في الشركة والكل شافه، حتى هاياكاوا تشاناتسو والمدير أكينا تشيهيرو اللي ما كانش مصدق الحلاوة دي. في حفلة الشركة بمناسبة الكريسماس الكل شرب واحتفل، وتاكوما عرض يوصل شيوري لمحطة القطر. في الطريق قعد شكلها السنة الجاية في لبس ماما نويل وكان هيطير من الفرحة. شيوري اقترحت يلفوا شوية قبل ما يروحوا وتمشوا في الشوارع المزينة وسط القطط والعرايس لحد ما وصلوا لشجرة كريسماس عملاقة ومشهورة. شيوري قالت بتأثر إنها كان نفسها تشوفها من زمان ومبسوطة إنها شافتها معاه هو بالذات. قعدوا يدردشوا عن هدايا زمان. تاكوما حكالها عن لعبة جاله غيرها بس حبها في الآخر، وهي حكت له عن دبدوب قطة كانت بتاخده معاها المدرسة وأهلها بالعافية عرفوا ياخدوه منها. في وسط اللحظة الرومانسية دي شيوري همست برقة: إيدي سقعانة قوي. تاكوما جاله نفس مسحوب وكان لسه هيتهور وياخد إيدها يحطها في جيبه كأنه بيديها هدية بدري، بس فجأة لقاها طلعت جوانتي من حيث لا تدري ولبسته. ولما لاحظت إنه هو كمان سقعان حاولت تلبسه فردة تانية بس كانت صغيرة جدا على إيده، والموقف قلب بضحكة خاجل وسط التوتر اللي كان هيفجر المكان. وعدته بأنها تجيب له جوانتي مقاسه المرة الجاية، وهو طبعا مصدق وقلبه رقص من الفرحة عشان ده معناه إنها بتخطط يقضوا الكريسماس الجاي سوا كمان. وتحت نور الشجرة اللي بيبرق كان شكلهم يخطف العين لدرجة إن شوية شباب سناجل ماشيين في الشارع قعدوا ينقوا عليهم ويحسدوهم على الرومانسية دي. وفجأة شيوري طلعت الهودي البني اللي كانت عايزاه يلبسه
وهو كمان طلع لها هودي الأرانب اللي كان نفسه يشوفها عليها. شيوري لسه بتقوله تيجي نلبسهم دلوقتي ونفرج بعض، وقبل ما الجو يسيح أكتر فلاش كاميرا ضرب في وشهم وقطع اللحظة. طلع المدير أكينا تشيهيرو واقف بيصورهم بخباثة، وقال لهم كفاية سكر بقى، هيجيني السكر من حلاوتكم. وهياكاوا تشيناتسو كانت واقفة مستغربة وبتقول لنفسها شيوري طلعت أجرأ مما كنت أتخيل بكتير. شيوري أول ما استوعبت إنها بتعرض عليه يلبسوا لبس بيت قدام بعض في ليلة الكريسماس، وشها جاب ألوان وحاولت تلم الموضوع بسرعة، وقالت إنها تقصد نلبسهم في بيوتنا ونبعت لبعض صور، وطلبت منه رقم تليفونه عشان يتواصلوا. المدير أكينا تشيهيرو استغل الموقف وحاول يتبادل الأرقام مع هاكاوا تشيناتسو، ورغم إنها ما كانتش متحمسة قوي، بس شيوري وتاكوما ضغطوا عليها لحد ما وافقت، والتلج بدأ ينزل والجو بقى شعاري لآخر ليفل. لما روحت شيوري لبست هودي الأرانب، وكان ضيق عليها شوية ومجسم تفاصيلها برقة. مسكت عروسة الدبدوب وقعدت تتدلع قدام المراية وتسأله شكلي عامل إيه؟ وبعدين فاقت لنفسها وقالت بفخر أنا بقيت ست ناضجة خلاص. لكن هل فعلا شيوري هتقدر تحافظ على نضجها ده قدام تاكوما؟ وهل الأسبوع الذهبي والخروج المنتظرة هيمروا بسلام؟ ولا الشقاوة الجميلة اللي في خيالهم هتسيطر على الموقف؟ كل ده هنعرفه في الملخص اللي جاي، فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا بقية الحكاية. كان معاكم فليبرز أنمي، وسلام.